بسم الله، يا رب وفقني في توصيل المعرفة بصدق. معكم كابتن حمزة عمران، ومتواجد معكم اليوم لتحليل صفقة نادي المدينة العريق بانتدابه للحارس المحلي محمد النبولي. فخلونا ندير قراءة من زاوية تحليل الأداء والبيانات، لا من زاوية التحليل الارتجالي. والفرق كبير بين أن تحكم بالمشاهدة وأن تحكم بالتحليل المنهجي. لا التحليل الارتجالي الفقير محمد النبولي ما جاش للمدينة كحارس عادي أو كخيار ضعيف، لأنه جاء بعد موسم لعب فيه 17 مباراة 1685 دقيقة مع نادي الملعب الليبي، اللي تمكن معاهم من تحقيق الهدف بالبقاء في الدوري الممتاز، وهو تاني أعلى دقائق لعب بين الحراس أصحاب المشاركة الكبرى في الدوري. فالنابولي استقبل 69 تسديدة على المرمى، وقام ب 44 تصدي بنسبة مؤشر نجاح التصديات 67.7%، وقام ب 15 تصدي مميز. ويجي النابولي بين الحراس أصحاب المشاركة المعتبرة في المركز الخامس على مستوى الدوري في التصديات، والمركز السابع على مستوى الدوري في التصديات المميزة. وفي ملف النابولي قيمة تظهر في التعامل مع الكرات العرضية والكرات داخل منطقة الجزاء، فحاول اعتراض 28 كرة عرضية أو تمريرة، ونجح في 24 محاولة بنسبة مؤشر نجاح التصدي للعرضيات 85.7%. رقم مهم جدا لحارس قادم لفريق زي المدينة العريق، لأن السيطرة على منطقة الخروج في التوقيت الصحيح وقراءة مسار العرضيات من أهم تفاصيل حراس المرمى في الدوري الليبي الممتاز، اللي كل سنة يأكد ضعف الحراس الليبيين أمام العرضيات، وبالمقابل يأكد انتشار أسلوب اللعب من الأطراف وإرسال العرضيات. إذن امتلاك حارس بمواصفات محمد النبولي يعطي خيارات إضافية للمدرب في التصدي لعديد الفرق المعروفة بهجومها الشرس من الأطراف وإرسال الكرة العرضية. وفي اللعب بالقدم النابولي يملك مؤشرات قوية كدقة تمريرات العامة اللي وصلت لنسبة مؤشر دقة 84.5% مقابل 82.4% للبرجي، ويمتلك دقة أفعال ناجحة وصلت ل 87.1% مقابل 85.3% للبرجي. وفي ركلات المرمى النابولي تفوق بوضوح، عنده 85 ركلة مرمى دقيقة من أصل 96 بنسبة مؤشر نجاح تنفيذ ركلات المرمى 88.5%، بينما البرجي عنده 100 تنفيذ ناجح من أصل 124 بنسبة مؤشر تنفيذ ركلات المرمى الناجحة 80.7%. وفي ركلات المرمى الطويلة تحديدا النابولي قدم 41 كرة دقيقة من أصل 52 بنسبة مؤشر نجاح ركلات المرمى الطويلة 78.9% مقابل 52 كرة دقيقة من أصل 75 للبرجي بنسبة مؤشر نجاح تنفيذ الكرات الطويلة 69.3%. يعني النابولي قادر على بدء الهجمة بشكل أفضل، سواء بالتمرير القصير أو المتوسط أو إرسال الكرات الطويلة بدقة نحو منطقة الصراع. هذا بالإضافة إلى أن النابولي يملك مؤشر مهم، وهو مؤشر التمريرات المفتوحة التقدمية. فامتلك النابولي 50 تمريرة تقدمية، ويجي في المرتبة الرابعة في ترتيب حراس الدوري الليبي الممتاز في تنفيذ الكرات المفتوحة التقدمية. وهذا يعني أن النابولي ما يكتفيش بالتمرير الآمن، لأنه قادر على نقل اللعب للأمام لما تكون زوايا التمرير مفتوحة. وفي المقابل حمزة البرجي يبقى حارس مهم للمدينة، فالبرجي لعب 18 مباراة 1637 دقيقة، واجه 73 تسديدة على المرمى، وقام ب 48 تصدي بنسبة مؤشر تصديات بلغ 68.6%، وقدم 17 تصدي مميز. البرجي يحتل المركز الثاني على مستوى الدوري في عدد التصديات، والمركز الثاني في التصديات المميزة. وهذا يوضح أن المدينة كان يملك حارس أنقذ الفريق في مواقف هلبة في الموسم. لكن الإضافة المهمة للمدينة العريق معاش بيعتمد على حارس واحد. النادي أصبح يمتلك حارسين لعبوا مع بعض أكثر من 3300 دقيقة في الموسم، وقاموا ب 92 تصدي و32 تصدي مميز، وحققوا 46 اعتراض ناجح للعرضيات والتمريرات داخل المنطقة. اللي نقصده هنا إن المدينة العريق حيدخل الموسم القادم بعمق حقيقي في مركز حراسة المرمى، مش بحارس أساسي وحارس بديل. فالبرجي حيمنح المدينة العريق حارس مجرب داخل المدينة،
وقوي في حجم التصديات ورد الفعل، بينما النابولي حيمنح المدينة حارس إضافي بجودة حارس أساسي، واضح في اللعب بالقدم، دقة في ركلات المرمى، التمرير التقدمي واعتراض الكرات العرضية. لذلك قراءتي للصفقة بكل أمانة مهنية تقول إن المدينة أضاف حارس صاحب مشاركة عالية وأرقام ثابتة ومؤشرات واضحة في عدة جوانب من أداء حارس المرمى. فتقييمي الفني للصفقة: محمد النابولي حارس صاحب موسم كامل، حاضر في التصديات، قوي في التمرير ودقيق في ركلات المرمى وجيد في التعامل مع العرضيات، فحيقدم إضافة خططية لمدرب المدينة في الخروج بالكرة وأساليب اللعب المباشر، بالإضافة لأفكار التصدي لأسلوب الهجوم من الأطراف وإرسال العرضيات للخصوم. أما القيمة الأكبر للمدينة فهي أن الفريق أصبح يملك منافسة حقيقية في مركز الحراسة، وهذه نقطة مهمة هلبة لأي فريق بيدخل موسم طويل بثبات، لأن الاعتماد على حارس واحد يبقى مخاطرة مهما كانت جودة الحارس.